جايزة الجلوب سكر دي جايزة محمد صلاح اللي اخدها امبارح، واغلب الناس كانت بتتساءل ما هذه الجائزة يعني عامة. وفي فئة كده من فئة المعرعرين عمالين يتريقوا على الجايزة وعمالين يقولوا الجايزة دي ملهاش اي 30 لازمة. فخليني اشرح لك ما هي الجلوب سكر، والفيديو ده معمول عشان نلسوع المعرعرين، والفيديو ده وحش هيلسوعك. بص يا زميلي، جلوب سكر دي مش مجرد جايزة واحدة بس، دي مجموعة جوائز كتير قوي، ومش مقتصر على افضل لاعب في العالم سواء بالتصويت او مش بالتصويت، لا دي اكبر من كده بكتير. زي بيكون فيها مثلا احسن مدرب في العالم، واحسن نادي في العالم، واحسن لاعيبه في العالم، واحسن مدير اعمال مش عارف ايه في العالم وكذلك. ولو عايز تاخد نبذه اكتر عن الجلوب سكر فانا هشرح لك مين اللي اخد الجائزه دي بالنسبه لافضل لاعب في العالم للسنين اللي فاتت كلها. عندك بقى سنه 2013 فرانك ريبيري، اما 2014 كريستيانو العالمي ومنه لله اللي يزعلك يا ملك يا فورما يا حلو واخد بالك يا برونو، و2015 ميسي الفضائي اللي مش هيجي زيه ابدا، و2016 كريستيانو برضه، و2017 كريستيانو برضه، و2018 كريستيانو برضه، و2019 كريستيانو. والله انا معلقتش والله، بس هو كسب البطوله دي تقريبا 7 مرات ورا بعض تقريبا او 6، استنى نعدهم 1 2 3 4 5 مرات مع بعض. ايه ده في ايه يا كريستيانو؟ اما بقى سنه 2020 فاللي اخدها شخصيه غريبه جدا يعني كريستيانو رونالدو برضه، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اما بقى سنه 2022 فهو كريم بنزيما. ايه يا عم انت اتفاجئت ليه؟ ما هو كريم بنزيما فعلا اللي اخدها كافضل لاعب في العالم، بس كافضل لاعب في العالم كتصويت محمد صلاح، وطبعا سيريخو راموس كافضل مدافع في العالم، وزلاتان اللي مسيرته الكرويه العظيمه. ففكره ان احنا عندنا لاعب مصري عالمي في وسط كل الناس العالميه اللي بتلعب في نوادي عالميه دي وياخد جايزه منهم، فده حاجه كبيره جدا يا جماعه، حاجه مش سهله حرفيا ان حد عربي ياخد جايزه في حاجه زي كده. انتوا فاهمين اللي انا بتكلم فيه؟ الموضوع صعب يا جماعه، والموضوع فعلا يخليك تتبسط ان فعلا في انسان مصري وصل لحاجه زي كده. كل الاحترام ليك يا ايجيبشن كينج يا حلو انت. بغض النظر ان احنا ما فهمناش الجزء اللي انت اتكلمته بالانجلش لما انت قلت لها بعد اذنك يعني ممكن اتكلم انجلش، مع انك يعني انا مش عارف يعني فيها صلاح، ما انت كنت من نجريك يا صلاح، فيها صلاح انت بقالك 12 سنه عايش بره، بس فيها صلاح ما تتكلم عربي يا صلاح، فيها احنا بلاد بلدك برضه. انا مش فاهم يعني، بس يعني انا حسيت ان انت بتقول لي يو شود ايت فيجيتابلز ومش عارف والعب جيم واروح مش عارف ايه عشان ادي الكوره اكتر من. انا فهمت ان انت يعني بتعايزني ان انا ما اشربش مخدرات، فانا بحبك يا صلاح بجد انا بحبك. اما بقى بالنسبه للناس اللي تقول لي انت ما فهمتش الكلام ازاي، فاقول لهم انا كنت بهزر، انا تجاره انجليزي يا جماعه، وحرفيا يعني الانجليزي ده انا اكتر حاجه بعرف اتكلم فيها. اما بقى بالنسبه للمعرعرين اللي متضايقين فاحب اقول لهم يا جماعه بصوا، انا ما بحبش الصداع، انا ما بحبش اللي يتكلم وخلاص. طالما انت بتتكلم اعمل اللي هو عمله، واعمل اللي هو عمله، عشان صعب قوي تعمل اللي هو عمله، عشان ما فيش لاعب مصري وصل للي وصل له محمد صلاح سكه ودغري. بغض النظر بقى انت متفق مع الحاجات اللي بيعملها مش الحاجات اللي بيعملها، احنا بنتكلم على مسيره كرويه كروي تمام. وبلاش بقى تتريقوا على حاجه بقى انت نفسكوا في ربعها بقى والشغل الضيق والحقد بقى والكلام ده تمام. انتوا عالم خواجات، او قصدي انتوا عالم عندكم عقده الخواجات. وكان معكم يوسف المنسوعاتي، ويلا سلام.